في مباراة ريال مدريد السابقة رأينا مشهدا غريبا، مشهد لا يليق بناد بحجم ريال مدريد. مدرب يركض خلف لاعب ليهدئه وكأننا في فريق صغير. ما حدث مع جود بيلينغهام كان صادما. اللاعب يخرج غاضبا والمدرب يحاول إرضاءه بدل فرض شخصيته. أين هيبة النادي؟ أين تلك الشخصية التي كانت تجعل أكبر النجوم يخضعون للنظام؟ وهذا يؤكد أن ما قيل سابقا لم يكن من فراغ. عندما صرح تشابي ألونسو: لم أكن أعلم أنني سآتي لتدريب بعض الأطفال في حضانة. ويبدو أن الواقع اليوم يثبت ذلك. اليوم أسماء مثل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي أصبحت فوق النقد، حتى لو كان مستواهم سيئا لا أحد يجرؤ على لمسهم. ريال مدريد لم يكن يوما ناديا يخاف من لاعبيه. المشكلة ليست فقط في المدرب، بل في عقلية بدأت تتغير. جمهور يبرر، وإدارة تتردد، ونجوم يفرضون أنفسهم. وفي النهاية السؤال الحقيقي ليس من المخطئ، السؤال: من يحكم ريال مدريد اليوم؟